السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد من يوميات شطورة في البيت. هنعمل فيه النهارده الفراخ الستريبس ديت بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله هتعجبكم ومش هتاخد منك وقت خالص. ومن الحاجات السريعة اللي احنا عايزين نعملها كده ومش هتاخد مننا وقت خالص. في الاول كده عندي هنا صدر كده من الفراخ بالشكل ده. هجيبه بقى كده وهجيب بلانشة وهبتدي ان انا اقطعه لقطع طويلة كده وتخينة شوية. هشيل الجزء اللي تحت كده الاول وبعدين هقطعه بالشكل ده. انا اعملها قطع كده مش كبيرة قوي. هبتدي بقى اخد بقية الصدر نفسه وهبتدي اقطعه كده برضو بالشكل ده. بالشكل ده كده. طبعا تقدري تكبري القطع او تصغريها حسب الحجم اللي انت عايزاه وحسب العدد اللي موجود عندك. فانا هقطعها كده بالحجم ده. هكمل بقى بقية الكتف معايا الصدر بالشكل ده كده. بعد ما قطعت او هقطعه كله لسه بالشكل ده. مش هياخد منك وقت خالص. ممكن تعمليه جنب مكرونة وممكن تعمليه في السندوتشات وممكن تعمليه جنب رز مبهر بالطريقة اللي انت عايزاها ممكن هتعمليه بيها. خلصت كده الكمية معايا بالشكل ده. هرجعها كده في الطبق تاني. وهجيب بقى هنا عندي بولة كبيرة هحط فيها علبة زبادي. طبعا عشان الكمية مش كبيرة فانا هحط حاجات صغيرة. لو انتي عندك الكمية اكبر هتضعفي كمية الحاجة اللي انتي هتحطيها. هحطي مثلا معلقتين زبادي وبهارات اكتر. عندي هنا توم باودر بابريكا بصل باودر كركم بهارات كاري. كل البهارات اللي موجودة عندك ديت ممكن تحطيها. وبعد كده ملح وفلفل اسود ونقطتين كده او معلقة صغيرة من الخل. هقلبهم بقى كده مع بعض كويس قوي. وعندي هنا صويا صوص غامق هحط برضو منها. هي دي اللي بعد كده هتخليلي هي خلت لي شكل الستريبس اغمق شوية. ممكن تحطيها وممكن لا بس هي هتغمق معاكي الستريبس شوية. عندي هنا حوالي يعني نص كوباية من اللبن. مش هضيفها كلها حسب الكمية اللي عندي. وهقلب بقى كل التوابل والبهارات ديت مع الزبادي واللبن بالشكل ده. ممكن تكتفي بالزبادي بس وممكن تحطي لبن بس. اللي موجود عندك ممكن تحطيه. بعد كده هضيفهم بقى هضيف الفراخ على الخليط اللي انا عملته ده. هقلبها كده كويس.
لو مش مستعجلة عليها ممكن تسيبيها يوم كامل أو ليلة كاملة في التلاجة، ولو مستعجلة ممكن ساعتين بس وتشتغلي فيها على طول. نفس التوابل اللي أنا حطيتها هحطها برضو على دقيق، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم، كاري، حطيتها برضو على الدقيق بالشكل ده. وهاخد بقى هنا من الفراخ واحطها في الدقيق بالشكل ده، واحاول ان انا اكبسها كده كويس. وممكن احطها تاني مرة في الخليط عشان يبقى الكفر بتاعها كده تخين شوية. وهعملها بقى كلها بالشكل ده. دي قطعة كمان احطها كده في الدقيق، وارجع تاني احطها في الخليط بتاعي بالشكل ده. لحد بقى ما اخلص معايا الكمية كلها بالشكل ده كده. لو مش عايزة تحطيها تاني في الخليط ده ممكن تكتفي بمرة واحدة بس، وممكن تحطي تاني. هخلصها بقى كلها. وبعد كده عندي بقى هنا طاسة سخنة على النار طبعا فيها زيت، هحط بقى فيها قطع الفراخ بالشكل ده. هحطها بقى كده معايا لحد ما تاخد لون من الجنب دوت، وبعد كده هقلبها على الجنب التاني بالشكل ده. طبعا احنا قلت هي غمقت معايا شوية بسبب الصويا صوص اللي انا حطيتها. لو مش عايزاها تبقى غامقة شوية كده ممكن ما تحطيش الصويا صوص ديت. خلص معايا اهيت بالشكل ده، وحطيت معاها كاتشب. ممكن تقدميها مع مكرونة او رز او في عيش بالطريقة اللي تعجبك. هتلاقيها حلوة جدا وجوسي كده وطرية ومقرمشة من بره، ومش هتاخد منك وقت خالص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.